وبالنسبة للسلع الأساسية بتوفر بنسبة تتراوح أقل من السوق بنسبة 20 ل 25%. ممتاز. طيب سلع اساسيه زي ايه بقى؟ قول لي اسعار المكرونه والرز عندك بتبدا بايه؟ السكر بيبدا بايه؟ زيت الآلية بيبدا بايه؟ يعني عندنا أسعار المكرونة تبدأ الكيس من 7 جنيه ونص، والسكر عندنا وزنه قد ايه؟ 350 جرام، اه. وعندنا السكر ب 28 جنيه، وعندنا أنواع رز يبدأ من 24 جنيه. كله بأسعار مخفضة جدا عن السوق من بره. والزيوت والزيوت في حاجة ب 54 جنيه، يبدأ من 54 جنيه. بيبدا ب اه 54 جنيه. وعندك ايه تاني بقى؟ عندك انا شايف عندك حاجات ادوات تنظيف، عندك مجمدات، عندك ايه؟ اشرح لنا بقى. احنا عندنا الشركة برضو بتوفر كل انواع اللحوم المجمدة واللحوم الطازج. يعني اللحوم الطازة ب 350 جنيه. طبعا دي اللحوم بلدي دي بتبقى سوداني وجيبوتي. بس جودتها. ده جودة عالية جدا. اه. بجودة عالية جدا. اه. بوفر برضو اللحوم الهندي 260 جنيه. اه. والفراخ برضو بأسعار مميزة. اه. طيب هل متاحة بقى المواد الغذائية؟ هل متاحة اللحوم؟ يعني الضخ مستمر؟ اه الضخ مستمر طبعا يوميا، يعني الشركة بتوفر يوميا كميات كبيرة من اللحوم والفراخ والسلع الأساسية. انت من واقع خبرتك بقى، هل بيجي مثلا بعض التجار يستغلوا الظروف ياخدوا كميات معينة بتقدر تتعرف عليهم؟ لا، ما احنا لدينا كميات معينه بنمنع الكميات المعينه، وبنبقى عارفين طبعا المواطن العادي من التاجر بيفرق في الشراء وفي الحاجه بتاعته يعني. الاقبال بيبقى اكتر على ايه يا استاذ حسن؟ يعني هل في حاجات معينة بيبقى عليها اقبال؟ المجمدات، المواد الغذائية؟ ايوه، بالنسبه للحوم هنا عليها اقبال شديد جدا يعني. اه اللحوم عليها اقبال شديد جدا، والمجمدات. ولا هو بيبقى الامر موسمي؟ لا لا، مش موسمي طبعا. اه. دلوقتي الشركه طورت، زي ما انت شايف اهو، مطوره الفروع وموفره السلع بكميات كبيره جدا من انواع مختلفه، فاصبح بقى بيثق في المكان وبيجي طول السنه. طب في التطوير ده ازاي؟ هل اثر ورفع البيع والشراء؟ وطبعا طبعا فرق كتير. زي ما انت شايف الفرع متطور وكل حاجه فيه، يعني كانك بتخش ماركت عالي او اللي هي الهابر الكبيره. اه. فبتدي ثقه للمواطن، وطبعا جوده السلعه والسعر طبعا بيفرق. تمام تمام. طيب بنبدأ نشتغل من الساعة كام للساعة كام يا أستاذ حسن؟ قعدنا من 9 الصبح لغايه 11 بالليل.